الناس كل اليوم شاكين كيفاش تنجم تربح فلوس من حكاية زي بتبيع منتشرة في العالم كامل. آه، بيدخل خلينا نحكي شوي في تونس عن كيفاش يعني تنجم تربح منها فلوس. الحكاية دي كيفاش أنا تنجم تدخل منها عليها تعمل منها شوية فلوس. فهمت الفيديو دي جي سبونتاني كيف كذا كنا نحكي. بما إنه الناس معناها تحب تدخل فلوس متعرفش كيفاش به، كي هي فكرة تجارة كيما حكينا على الطرق الأخرى. الطريقة ذي زيادة ماهيش بعيدة برشا، يعني تشري سلعة وتبيع فهمتي، ولكن عندك سلعة تزيد تعاونك إنك باش تخرج السلعة متاعك أكثر وأكثر. شي متنساوش اشتراك لايك والسيتس ونكملوا نحكيو يعني بصفة عامة. هي نقولوا نحنا بيو حاجات ماركت بليس ما نعرفش كان سوا، فما ناس تعرفها فما ناس ليه فما ناس غايبة عليها يعني. ماركت بليس يعني تنجم نقولوا نحنا تدخلك يعني شوية فلوس وتبقى عندك سلعة بتبيعها، ولا انتي تشوف يعني تعمل تقييم على الماركت بليس، تشوف العباد يعني شنو هو الحاجات اللي طلبتهم مثل التليفونات مثل حوايج كذا. حتى اللي فما عباد عندها حوايج نجم يصير تهبط على الماركت بليس. كيف الطيارة تنجم تهبط كراهة تنجم تهبط أي حاجة عندك هبطها فيه. أثاث قطايع يدي اللي يجي في مخك هبط من الآخر. احكيلي حتى حكاية تحب تربح تدخل فلوس خويا مصروف زي تهبط تقابل انت وعابد تقولوا بلي راه برودوي هذا وكذا فهمت. وراهو حسب ما في بالي انه كل واحد يشري من عندك يعطيك يعني ريفيو، يقول راهو العبد هذا بيع لي حاجة بيه ولا هذيك تنجم تخليك تواصل معناها وتخليك تكسب أكثر كلاينتس بصفة عامة. أما سينو كان باش تقعد تبي في حاجات خايبة ولا مش منظفها ولا معناها ماكش عارف كيفاش تحكي معاه فهمتني. مشكلة كبيرة مرة جيت نجم تعرض إنه يعني يحط لك ريفيو ماس ولا مش باهي فهمتني. المهم ماركت بليس واحدة من الوسائل اللي تعاونك إنك باش تنجم تدخل رزق وفلوس حاجات زايدة. هو واحد يسعى كيما نقولوا فيه انت تعمل عليك بروتوياتك يجي عندك تبدأ بالصغير. كان عندك سلعة قديمة كان عندك حاجة قديمة تحب تبيعها فهمتني، والباقي معناها هذاك بيد ربي تنجم تربحها بشوية. شوف السيزونات وشوف الواحد نسينا هيدي ما توصل للعباد والعباد تدخل تلوج